بسم الله الرحمن الرحيم. تحتفظ ذاكرة المدينة المنورة الاجتماعية التاريخية بالكثير من المظاهر الطبيعية التي حدثت في الماضي وبعد ذلك لم تتكرر في ظل التنظيم والتطوير المستمر الذي تشهده المدينة المنورة، ومن ذلك حوادث السيول ومرور السيول النادرة ومرور السيل بحي القبلتين. نحن الآن بجوار مسجد القبلتين، السيل مر من هنا. من ذلك المرور التاريخي للسيل معي الأستاذ طالب سويرح التميمي المحمدي، ومعه أخواه الأستاذ أو الشيخ أستاذ تجاوزا فوزان سويرح المحمدي والأستاذ محمد سويرح المحمدي. حياك الله يا أستاذ طالب. أبقاك الله وسلمك يا حبيبي. أبغى سالفة السيل ولا أنت شربت منه؟ تقول أنت ما لمس مجرد مو بل ارتويت من السيل. لا توضيت منه. توضيت وضوءا بدون شيء. إذن تصحيح للمعلومة. لا توضيت منه. كان في عام ما شربت. لا ما شربت. نعم. خبر ما السيل تراب. نعم. فتوضيت أنا منه في المنطقة ذي. نعم. عام حوالي 86 أو 85 في الحدود دي. كان من المنطقة هذه كلها إلى الجامعة الإسلامية سيل واحد. نعم. ولكنه ما طول، يمكن 3 يومين في الحدود دي. بس هنا كان طرف السيل خفيف. لا قوي هنا كان. من هنا في اليوم الأول كان قوي هنا. وما كان في بيوت الآن. لا ما كان في، كان كله وادي هذا مسير. ولا مزارع ولا شيء. ولا مزارع ولا شيء. والمسجد وحده. هي المسجد كان لحاله. ما كان فيه هنا بيوت ولا شيء. لا كان البيوت بحلق المسجد هنا. بجنوب المسجد. ايوه. فوق الحرة. هنا نعم. ما كان في بيوت ولا في شيء. إذا مرور المسجد ما كان في شيء. مرور السيل وبجانب مسجد القبلتين سيل وادي العقيق في حدود 1385 أو 86 والأكثر من 85، لأن هذه رويت كثيرا، والرواية هنا للأستاذ طالب سويرح المحمدي مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحتفظ ذاكرة المدينة المنورة الاجتماعية التاريخية بالكثير من المظاهر الطبيعية التي حدثت في الماضي وبعد ذلك لم تتكرر في ظل التنظيم والتطوير المستمر الذي تشهده المدينة المنورة، ومن ذلك حوادث السيول ومرور السيول النادرة ومرور السيل بحي القبلتين. نحن الآن بجوار مسجد القبلتين، السيل مر من هنا. من ذلك المرور التاريخي للسيل معي الأستاذ طالب سويرح التميمي المحمدي، ومعه أخواه الأستاذ أو الشيخ أستاذ تجاوزا فوزان سويرح المحمدي والأستاذ محمد سويرح المحمدي. حياك الله يا أستاذ طالب. أبقاك الله وسلمك يا حبيبي. أبغى سالفة السيل ولا أنت شربت منه؟ تقول أنت ما لمس مجرد مو بل ارتويت من السيل. لا توضيت منه. توضيت وضوءا بدون شيء. إذن تصحيح للمعلومة. لا توضيت منه. كان في عام ما شربت. لا ما شربت. نعم. خبر ما السيل تراب. نعم. فتوضيت أنا منه في المنطقة ذي. نعم. عام حوالي 86 أو 85 في الحدود دي. كان من المنطقة هذه كلها إلى الجامعة الإسلامية سيل واحد. نعم. ولكنه ما طول، يمكن 3 يومين في الحدود دي. بس هنا كان طرف السيل خفيف. لا قوي هنا كان. من هنا. في اليوم الأول كان قوي هنا. وما كان في بيوت الآن. لا ما كان في، كان كله وادي هذا مسير. ولا مزارع ولا شيء. ولا مزارع ولا شيء. والمسجد وحده. هي المسجد كان لحاله. ما كان فيه هنا بيوت ولا شيء. لا كان البيوت بحلق المسجد هنا. بجنوب المسجد. ايوه. فوق الحرة. هنا نعم. ما كان في بيوت ولا في شيء. إذا مرور المسجد ما كان في شيء. مرور السيل وبجانب مسجد القبلتين سيل وادي العقيق في حدود 1385
و85 أو 86 والأكثر أنه 85 لأن هذه رويت كثيرا. والرواية هنا للأستاذ طالب سويرح المحمدي مشكورا.